صباح الخير. لو عايزين تعملوا حاجة سهلة وسريعة ومن أبسط الحاجات اللي ممكن تنفع لفطار لوجبة خفيفة بالليل، من أحلى وأسهل المعجنات اللي ممكن تقوموا دلوقتي حالا تنفذوها معايا. سهلة ومكوناتها بسيطة ومتاحة وموجودة معانا في بيوتنا كلنا. العجينة قطنية جدا وزي ما انتم شايفين هشة قد ايه وحلوة قوي، تنفع لللانش بوكس، تنفع لأي حد رايح الشغل حاجة خفيفة ياخدها معاه. بجد من أروع المعجنات اللي أنا عملتها. يا رب بإذن الله وصفة النهاردة تعجبكم وتقوموا تنفذوها معايا، واللي يعملها يقول لي رأيه فيها. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم، واللي بيشوف قناتي لاول مره ينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. هنجيب نص كوبايه من الميه الدافيه ومعاهم معلقه كبيره من الخميره الفوريه، هنضيف ليهم معلقتين كبار من السكر، هنقلبهم ونسيبهم 5 دقايق لحد ما نحضر المكونات الجافه مع بعض. في بولة هنزل ب3 كوبايات ونص من الدقيق، ما يعادل نص كيلو. كمان هنزل عليهم بمعلقتين كبار من اللبن البودر، وده اختياري بس هو بيديني نتيجة حلوة جدا، ونص معلقة من الملح. نقلب المكونات الجافة مع بعض ونضيف ليهم تلت كوباية من الزيت. بأكد عليكم ان سواء اللبن البودر او الزيت لازم يكون من نوع كويس جدا عشان ما يعمليش اي طعم مش حلو في المعجنات. سواء بعمل معجنات او كيك لازم الخامات اللي انا بستخدمها تكون مضمونة عشان تديني النتيجة الحلوة بإذن الله. هنا الخميرة كانت اختمرت بالشكل ده كده، هننزل بيها على المكونات الجافة ونقلبها ويكون معانا مية دافية. هنحتاج من نص كوباية لكوباية الا ربع تقريبا، بيكون على حسب نوع الدقيق واستقباله للسوائل. انا بنزل بيهم تدريجيا بحوالي نص كوباية من المية. مش هنزل بكمية مية كبيرة عشان ما اضطرش ان انا ازود دقيق. وهنعجن بالشكل ده سواء بايدينا او بالعجان، وننزل بشوية مية لحد ما يكون القوام عندي زي ما انتم شايفين اتلم لكن في تلزيقة كده بسيطة في الايد. ده بيخلي المعجنات هشة على عكس المعجنات اللي بنعملها ونخليها متماسكة تماما. اما تكون العجينة فيها شوية رطوبة بتخلي المخبوزات في الاخر نتيجتها افضل بكتير، وبتكون هشة وخفيفة جدا من جوه. هندهن الوش دهنة زيت ونغطيها ونسيبها في مكان دافي. لو احنا في الشتاء هتحتاج حوالي ساعة، لو في الصيف مش هتاخد نص ساعة وتكون اختمرت بإذن الله. هنا كان عدى ساعة بقت بالجمال ده، بجد قد ايه حلوة. بصوا العجينة ممتازة، عاملة زي القطن. بصوا الجمال، نقدر نعمل بيها معجنات كتيرة احنا عايزينها بحشوات مختلفة تتشكل زي ما انتوا عايزين بالاشكال اللي تحبوها. هنبدأ نقسمها لأجزاء متساوية، يعني نحاول قدر الامكان نخليهم كلهم قد بعض. انا هنا عملت حوالي 18 كرة او 17، يعني عملت كمية ممتازة جدا. هنبدأ ان احنا نكورها بسيط بالشكل ده. احنا مش هنسيبها في المرحلة دي تخمر، هنشتغل فيها على طول، ولكن هناخد اول كورة كنا بدأنا بيها ونشتغل عليها. هناخد اول واحدة ونبدأ ان احنا نفردها بالشكل ده، نخلي فيها سمك بسيط، يعني سمكها يكون حوالي 3 ملي مثلا بالشكل ده كده، ونحاول نخليها شكل دائري قدر الامكان، ونبدأ نحشيها بالحشوات اللي تحبوها. انا هنا حشيتها جبنة عادية خالص، ممكن تضيفوا للجبنة زيتون، ممكن تحشوها بالنوتيلا زي ما انتوا عايزين. الشكل المثلث اللي كان في اول الفيديو هيتعمل بالشكل ده كده اللي انتوا شايفينه. هطبقها بشكل ثلاثي كده زي ما انتوا شايفين، وهكرر معاكم واحدة كمان عشان تكون الطريقة واضحة بالنسبة لكم. اهو اتعملت معايا مثلث بالشكل ده، بس نحاول نقفلها كويس كده عشان ما تفكش مننا في الفرن. وبعد كده هنجيب الصاج بتاعنا وندهنه دهنة زيت بسيطة خالص، ونبدأ نرص القطع بتاعتنا. اهو فردت معاكم واحدة كمان عشان تكون واضحة طريقة التطبيق. طبعا ليكم الاختيار سواء تعملوها رول، سواء لو عملتوها على شكل الباتيه. انا هنا الشكل ده فضلته وكان حلو قوي. اهو من ناحية هبدأ اطبقها كده ونعملها مثلث بالشكل ده. هنا كنت عملت كل الكمية اللي معايا بالشكل ده كده.
هنسيبها تختمر في المرحلة دي حوالي ربع ساعة بس، يعني نحاول نحطها في مكان دافي، هتاخد ربع ساعة تخمير. وهنبدأ ندهن الوش باللبن، او لو عندنا عسل اسود ممكن نحط كمان معاه معلقة ونقلبهم وندهن بيهم الوش، بيكون حلو قوي. انا بحب جدا اني ادهن وش المخبوزات لبن، ده بيخلي اللون موحد فوق وبيخليه لون ذهبي كده جميل جدا. وممكن صفار بيض ليكم الاختيار، بس انا بحب اللبن او العسل الاسود افضل. وهنا كان عندي سمسم وحبة البركة، اللي طبعا عايز يستغنى عن الخطوة دي براحته، لكن السمسم وحبة البركة بيدوا طعم ممتاز للمخبوزات. خلاص هدخلهم على فرن متوسط الحرارة، يعني ما يبقاش سخن قوي وما كنش مسخناه قبلها بوقت كبير. انا هنا دخلتهم على درجة حرارة 180 وخرجوا من الفرن باللون الرائع ده. اول ما بيخرجوا من الفرن بغطيهم بفوطة على طول حوالي ربع ساعة، وبعد كده بيكونوا بالطراوة والشكل الجميل ده. بجد المخبوزات دي من اجمل المخبوزات اللي ممكن تعملوها، طعمها حلو وخفيفة، يعني ممكن نحشيها او ناكلها باي حاجة تعجبكم. ان شاء الله فيديو النهاردة يكون نال اعجابكم، والطريقة كانت بالنسبة لكم واضحة وبسيطة. ولو حد عنده اي استفسار او عايزين وصفة نجربها مع بعض تحت امركم اكتبوا لي في الكومنتات. يا رب ان شاء الله دايما تكونوا منوريني، وعام سعيد عليكم جميعا. النهاردة رأس السنة الميلادية، يا رب يكون عام خير وسعادة علينا كلنا بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة ينورني ويدوس اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد. أشوفكم على خير في فيديو جاي، مع السلامة.